إزاي اتحولت من واحدة مؤدبة ومحترمة جدا لواحدة بتعمل كل حاجة مع ناس غريبة وأنا متجوزة. من فضلك قبل ما تسمع القصة اعمل إعجاب للفيديو واشترك في القناة. صاحبة القصة بتقول: أنا من أسرة متوسطة، وكنا عايشين في حالنا أنا وأهلي كانوا قافلين عليا جدا لأني كنت جميلة، وكمان كنت بنتهم الوحيدة، وما كانوش بيخلوني أخرج مع أصحابي البنات، ولا كانوا بيخلوني أروح أي مشوار لوحدي. كنت أقصى حاجة إني أقف في البلكونة أتفرج على الناس في الشارع وعلى العيال الصغيرين وهم بيلعبوا. ولما كان عندي 16 سنة كنت معجبة بولد عندنا في الشارع، كنت بحب أشوفه وأتفرج عليه من البلكونة، وكنت بفرح قوي لما بشوفه، وهو كمان لاحظ كده، وبقى فيه بينا نظرات إعجاب متبادلة، بس ما كنتش أعرف غير اسمه، وما كانش فيه بينا أي كلام، وفضلنا نحب بعض كده من بعيد لبعيد لحد ما كبرت وبقى عندي 20 سنة. وجه اتقدم لي وقعد مع بابا وقال له إن هو لسه قدامه جيش، ولما يخلص جيش هيبقى يشوف موضوع الشقة. فبابا قال له لما تخلص جيشك وتبقى جاهز نبقى نشوف الموضوع ده. وللأسف ما حصلش نصيب وما اتجوزتوش، واتجوزت واحد تاني عشان كان جاهز، لأن بابا راجل عملي جدا، وكان شايف إن الشخص اللي جيت قدم لي ده مناسب لأنه عنده شقته وشغال. بس للأسف أنا ما كنتش بحبه، ولما اتخطبت قلت خلاص طالما بقيت مع واحد تاني، قلت لازم أشيل الحب اللي جوايا اللي كنت بحبه الجاري ده من قلبي خالص، احتراما للراجل اللي أنا بقيت معاه دلوقتي حتى لو مش بحبه. وفعلا ما بقيتش أفكر في جاري اللي كنت بحبه خالص، وأحاول أدي فرصة لخطيبي وأحاول أحبه لحد ما اتجوزت. بس للأسف ما قدرتش أحبه نهائي، وبعد أول 3 شهور جواز حسيت إني مش مبسوطة خالص في الجواز، وما كنتش عارفة إيه السبب. وكنت على علاقة ب2 من صحابي من أيام الجامعة، كانوا صحابي جدا جدا جدا، ويعتبر كانت كل أسراري معاهم. رجعت أتواصل معاهم تاني بعد الجواز، وعرفت إنهم كمان لسه متجوزين جداد زيي. وأنا بكلم واحدة منهم وبحكي لها وبقول لها أنا بصراحة مش مرتاحة في الجواز خالص، ولو كنت أعرف إن الجواز كده أنا ما كنتش اتجوزت والله. قالت لي إيه اللي مضايقك بس؟ هو جوزك مش بيحبك؟ قلت لها بالعكس، بيحبني جدا، بس أنا مش قادرة أحبه، وبصراحة ما بقتش أحبه إنه يقرب مني خالص. قالت لي مش بتحبيه يقرب منك؟ طب ليه؟ قلت لها بصراحة ما بكونش مبسوطة وأنا معاه. قالت لي طيب ما تحاولي تدلعيه كده وهو هيظبطك وهيخليكي مبسوطة. قلت لها يعني إيه أدلعه؟ أعمل إيه بالظبط؟ عشان معلش أنا مش فاهمة حاجة خالص. فضلت تشرح لي وتقول لي الراجل بيحب إيه في العلاقة ومش بيحب إيه، وإيه أكتر حاجة تخليه دايما عاوزك. وقالت لي اصبري هبعتلك حاجة، بس اوعي جوزك يكون جنبك أو يشوفها. قلت لها عموما هو مش موجود وبيرجع بالليل. قالت لي تمام، اصبري هوريكي كل حاجة عملي علشان تعملي زيها. قلت لها ماشي. وبعد ربع ساعة بعتت لي فيديو، وكنت قاعدة لوحدي وقتها. شغلت الفيديو وقعدت أتفرج. كنت الأول مرة في حياتي أتفرج على فيديو من النوع ده. شفت 2 بيعملوا كل حاجة مع بعض،
وأنا بتفرج قلبي كان بيدق جامد، وما كنتش مصدقة إن في فيديوهات بالشكل ده. بس اللي لاحظته في الفيديو إن الراجل فضل مع البنت حوالي 10 دقايق. اتبسطت قوي لما شفت الفيديو، واتمنيت وأنا بتفرج كده إني أكون مكان اللي في الفيديو دي، لأن جوزي مش بيكمل معايا دقيقة واحدة، وساعات بيسيبني من قبل ما نعمل أي حاجة، بيكون هو ارتاح بمجرد بس إني ألمسه. كلمت صاحبتي وقلت لها الفيديو ده رهيب، يا بخت اللي بتمثل فيه. قالت لي ليه؟ قلت لها علشان اللي معاها قعد وقت طويل قوي معاها. قالت لي ده هو كله على بعضه 10 دقايق، وقت طويل ايه؟ قلت لها طبعا بالنسبة لي أنا وقت طويل جدا. قالت لي هو جوزك بيقعد معاكي قد ايه؟ قلت لها ممكن دقيقة بالكتير قوي. قالت لي انت بتهزري؟ قلت لها والله، وانا كنت فاكرة ان الجواز كده وان ده طبيعي. قالت لي لا طبعا، انت جوزك عنده مشكلة كبيرة، وانت هتتظلمي جامد قوي بسبب الموضوع ده. قلت لها طيب اعمل ايه؟ انا معرفش حاجة وعاوزاكي تنصحيني. قالت لي ممكن تنصحيه ان هو يروح لدكتور ويحاول يشوف علاج للمشكلة دي. قلت لها لا طبعا، مش هقدر اتكلم معايا في حاجة زي دي ابدا. قالت لي خلاص، حاولي بقى تتأقلمي وتريحي نفسك. قلت لها يعني ايه اريح نفسي؟ مش فاهمة. قالت لي ده انت شكلك مش عارفة ولا فاهمة اي حاجة. قلت لها وهو انا لو كنت عارفة او فاهمة كنت هلجأ لك؟ قالت لي طيب يا حبيبتي بصي، انا جوزي رجع دلوقتي من الشغل، هحضر له الغدا، ولما ينام على الساعة 11 بالليل كده نبقى نتكلم تاني، انا كده كده بكون سهرانة. قلت لها خلاص ماشي. كان ساعتها جوزي رجع من الشغل واتغدى وقعد اتفرج شوية على التلفزيون ودخل نام. وانا طول الوقت كان كل اللي شاغل تفكيري وكنت اللي بفكر فيه بس الفيلم اللي صاحبتي بعتتهولي، مش عاوز يروح من دماغي، وعمالة افتكر كل حاجة كانت بتحصل فيه. ولما جوزي دخل نام رحت مشغلة الفيلم تاني وقعدت اتفرج عليه، ولما شفته للمرة التانية حسيت اني تعبت جدا بسبب اني مش قادرة اعمل حاجة، وجوزي كمان مش هيقدر يكون معايا زي ما شفت في الفيلم. حسيت بخيبة امل وندم، وان انا نفسي في حاجة ومش قادرة اطولها او اعيشها زي باقي الناس. وعلى الساعة 12 بالليل لقيت صاحبتي بعتالي رسالة بتقولي صاحية؟ قلت لها ورجعنا نتكلم تاني عن موضوع جوزي، وقالت لي إن للأسف المشكلة اللي عنده دي علاجها ما بيكونش سهل، لأن دي بتكون طبيعة في الراجل، حتى لو خد أي حاجة تنشط الموضوع ده الموضوع برضو مش هيتحل. قلت لها أنا أصلا مش بحبه، وهو فعلا مش فارق معايا والله، بس أنا عاوزة أقولك إنك من ساعة ما بعتيلي الفيلم ده واتفرجت عليه وأنا حاسة إني مبسوطة قوي. كل ما بتخيل الحاجات اللي بتحصل وأنا بتخيل نفسي مكان البنت اللي في الفيلم، وكنت مستمتعة قوي. قلت لها هو أنتي كنت بتشوفي الحاجات دي من إمتى؟ قالت لي كنت بشوفها من زمان قوي، ومن قبل كمان ما اتجوز. قلت لها أنا أول مرة في حياتي أشوف حاجة زي كده، هو أنتي بتجيبيها منين؟ قالت لي لأ ده سر بقى. قلت لها عشان خاطري. قالت لي أنا بشتريهم. قلت لها بتشتريهم بكام؟ قالت لي بشتري الفيلم ب50 جنيه. قلت لها ماشي، أنا عاوزاكي تشتري لي زيك. قالت لي بصي خلاص، أنا هدفع 25 وانتي 25 في الفيلم. قلت لها ماشي، أنا عاوزة 4 وهبعتلك 100 جنيه.
وفعلا بدأت أبعت لها فلوس وهي تبعت لي أفلام، لحد ما اتفرجت على كمية أفلام كتيرة جدا وصرفت عليها فلوس كتير قوي، لأنها كانت ملجئي الوحيد اللي بيبسطني ويخليني مستمتعة. وأنا بس بتخيل نفسي مكان البنات اللي في الأفلام دي، لحد ما في يوم قالت لي أنا جايبالك مفاجأة. قلت لها مفاجأة إيه؟ قالت لي هي بس هتكون غالية عليكي. قلت لها إيه هي طيب؟ قالت لي مش انتي نفسك تكوني مكان واحدة من اللي في الأفلام دي؟ قلت لها يا ريت نفسي والله. قالت لي بصي، في تطبيق بتعملي عليه حساب وبيدخلك مع واحد من دولة أجنبية، وبتفتحوا انتوا الاتنين الكاميرا وبتعملوا كل حاجة سوا وانتوا مع بعض. قلت لها انتي بتهزري؟ قالت لي لا والله بكلمك جد. قلت لها طيب ما تبعتي لي التطبيق ده وعرفيني أدخل عليه ازاي. قالت لي أنا شارياه من واحدة ب2000 جنيه، ولو عاوزاه هاخد منك 1000 جنيه بس. قلت لها ماشي ابعتيهولي وانا هبعتلك الفلوس اول ما تكون معايا، لان انا مش معايا المبلغ دلوقتي والله. قالت لي اهم حاجة تتأكدي ان جوزك مش موجود ومش هيرجع قريب، عشان تكوني براحتك ويكون عندك نت سرعته كويسة. قلت لها تمام انا هفتح الباقة بتاعت التليفون. قالت لي مش هينفع الباقة، لازم تجيبي نت عندك في البيت. قلت لها خلاص هجرب مرة بالباقة ولو عجبني هبقى ركب النت. قالت لي ماشي، وراحت بعتالي التطبيق ونزلته على التليفون، وقالت لي تفتحيه وتسجلي عليه، يعني تعملي حساب كأنه زي الفيسبوك كده. وقالت لي أدخل عليه إزاي، وشرحت لي التطبيق كله وأنا بكلمها. قلت لها خلاص هعمل الحساب، وبكرة لما أكون فاضية ولوحدي هبقى أدخل وأشوف إيه اللي هيتم. وفعلا عملت حساب على التطبيق ده، وتاني يوم دخلت على التطبيق وعلى الحاجة اللي هي كان قالت لي أدوس عليها، واستنيت حوالي 5 ثواني لقيت شاشة الموبايل فتحت الكاميرا الأمامية عندي، وفي نص تاني في الشاشة كان لونها أسود كده، وفضل فيها دايرة كده عمالة تحمل. وفجأة لقيت واحد ظهر قدامي، ما كنتش عارفة أعمل إيه، وما كنتش مصدقة إن ده حقيقي وإن هو شايفني زي ما أنا شايفاه. رحت شاورتله كده بإيدي، راح مشاورلي برضو بإيده. فقلتله ازيك، ما فهمنيش لأني عرفت إن هو من دولة أجنبية ومش بيفهم عربي، وأنا كمان ما كنتش فاهماه ولا كنت فاهمة هو بيقول إيه. وفضل يشاورلي بإيده علشان أشيل الطرحة اللي كانت على راسي. رحت عملت زي ما هو عاوز وشلتها فعلا وبقيت بشعري، وفضل معايا لحد ما خلاني قاعدة على السرير من غير أي حاجة، وبدأ يقولي على حركات عشان عاوزها أعملها بإيدي، وبقيت أنفذ كل حاجة بيقولي عليها وأنا معاه. حسيت بمتعة جامدة قوي، أول مرة أحسها كأنه عايش معايا. وبعد ما خلصنا لقيت رسالة جاتلي على الموبايل إن هو طالب إن هو يبقى صديق ليا على التطبيق ده. قبلت الصداقة بتاعته وقفلت التطبيق، وحسيت إن أعصابي ثابت بعد ما خلاني أعمل حاجات أول مرة في حياتي أعملها، وخلاني أحس إن وأنا معاه إني مستمتعة جدا وما بقتش محتاجة لجوزي خالص. فضلت أدخل على التطبيق ده تقريبا كل يوم وقابل رجالة جديدة من كل مكان في العالم، وكل يوم بكون مع واحد مختلف. حسيت إني بقيت مدمنة للموضوع ده، لدرجة إن أنا طلبت من جوزي إن هو يركب لنا إنترنت في البيت. ولما سألني ليه عاوزة نت في البيت
قلتله علشان بتفرج على مسلسلات بدل ما أنا بقعد زهقانة كده والباقة بتخلص بسرعة. وفعلا ركب لي النت، ومعرفش ايه اللي غير حالي من واحدة كانت في حالها ومقفول عليها وما تعرفش أي حاجة عن أي حاجة لواحدة بقت فاهمة كل حاجة. وكل يوم بكون مع واحد غريب بعمل معاه كل حاجة نفسي فيها، لدرجة إني بقيت حاسة إني نفسي أعمل كده في الحقيقة من كتر ما أنا حابة الموضوع ده جدا، بس مش عارفة ممكن أعمل كده إزاي، وحاسة إن هو هيكون صعب. وفي نفس الوقت مش عاوزة أخون جوزي في الحقيقة، وكفاية قوي اللي بعمله من وراه في غيابه. أنا كنت متعقدة من الجواز فعلا، بس موضوع مكالمات الفيديو مع الرجالة دي هون عليا الموضوع قوي وعوضني جامد جدا. أنا عارفة إنه ممكن يكون اللي بعمله ده غلط، بس هي دي الحاجة الوحيدة اللي خلتني أكون مستمتعة جدا وأنا بعملها، لأنها حاجة جديدة عليا ولقيت فيها اللي أنا محتاجاه. المشكلة دلوقتي إن أنا خايفة إن جوزي يعرف حاجة عن الموضوع ده، أو تكون شركة النت بتبعتله الحاجات اللي أنا بفتحها أو بدخل عليها، أو يمسك التليفون بتاعي ويشوف التطبيق ده. فأنا بفكر أحوش واشتري تليفون جديد وأخبيه طول ما هو موجود، وأي حاجة هعملها أبقى أعملها من الموبايل الجديد ده وهو مش موجود. هل ده كفاية ولا ممكن يعرف اللي بعمله بأي طريقة تانية؟ لأني قلقانة جدا إنه يعرف حاجة. ياريت اللي بيفهم في الحاجات دي يكتبلي في التعليقات أعمل إيه بحيث إن جوزي ما يعرفش أي حاجة أنا بعملها على الموبايل. دي كانت رسالة من أحد المتابعين بعتتها لنا على رسائل صفحة الفيسبوك. اللي عنده رأي أو نصيحة لصاحبة الرسالة يكتبها في التعليقات وهي هتتابع تعليقاتكم كلها. ولو عندك أي قصة أو مشكلة ومحتاج آراء الناس فيها ابعتها لنا على رسائل الصفحة وإحنا هنعرضها.